خلي بالك محدش بيفتح الايميل وكله بيروح على السبام. عندنا 10 منصات احترافية بتديك 12,000 ايميل مجاني تبعتهم شهريا بدون اي مصاريف. مجرد ما تربط الدومين بتاعك على المنصة دي كله هيبقى في الانبوكس. على فكرة بقى الايميلات دي كلها عشوائية، وانا ببعت 100,000 ايميل وما بيجيليش ولا بيعة، لانك اصلا بتستخدم حملات البريد غلط. في عندنا حاجة اسمها قائمة بريدية بنقسمها من جوه العملاء المهتمين بالتجمع الخامس، بالعاصمة، بالساحل الشمالي، باسكندرية، بزايد. العميل اللي مهتم باكتوبر بنبعت له ايميلات لاكتوبر. انت كمان ممكن تقسم القائمة البريدية للمصريين اللي عايشين في السعودية، والمصريين اللي عايشين في الكويت، والمصريين اللي عايشين في الإمارات. لما يبقى عندك قوائم مقسمة حسب نوع العقار، حد عايز فيلل ما بنبعتلوش شقق، حد عايز شقق ما بنبعتلوش فيلل، فبالتالي هتلاقي معدل التحويل والأوبن ريت أعلى معاك. لو عايز شركتك يبقى ليها حصة في السوق، ابدأ دلوقتي ابني القوائم البريدية بتاعتك. وخليك فاكر، الشركة اللي عندها قائمة بريدية قوية أخدت حصتك من السوق. حتى لو العميل شاف اعلاناتك هو ارتبط بيهم هم. اي بروكر عملت لك خطه تسويق متكامله. التسويق عبر البريد الالكتروني وبناء القوائم جزء منها. ازاي تشترك في المنصه، ازاي تعمل لينك بين الدومين بتاعك وبين المنصه، ازاي تعمل حمله تسويقيه ناجحه عن طريق البريد الالكتروني، خطوه بخطوه.